مجراها الله أكبر بالتقوى سنرسيها الله أكبر قولوها بلا وجل وزينوا القلب بالمغزى معا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم أخواتي، إن شاء الله كاملين تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بهذه الوصفة الرائعة، الصورة راه معبرة على نفسها، شي حاجة اللي هماوية وديال تحميرة الوجه، وغادي نشاركها إن شاء الله معكم، واللي درتها على شكل رول بحال الكيك، وزينتها بهاد العشيشات هادو، وجا المنظر يا سلام، والمذاق كذلك يا سلام. وكنتمنىكم إن شاء الله تجربوها وتردوا عليا، وما تنسونيش من صالح دعائكم. وغادي نشاركها معكم دابا إن شاء الله. كناخدو أربعة البطاطات متوسطين، مقاديرها يعني بسيطة، كنحكهم في الحكاكة رقيقة. كندير ليها القوام التالي: الخرقوم، الباودر ديال الثوم، الملحة، الحرور، واحد المعلقة ديال الروز، والقوام ديال الحوت. كلشي كنخلطو في مرة، والخرقوم حتى هو كنضيفو، كنخلط كلشي مزيان حتى داك القوام كيدخل في هذيك البطاطا. من بعد كنضيف بيضة كاملة ومح ديال البيضة أخرى باش يتجمع ليا الخليط، وواحد المقدار ديال 2 المعالق كبار ديال زيت الزيتون. كنكون موجدة طاوة اللي حطيت فيها ورق الزبدة، وكندهنو، كنسرح فيه ديك البطاطا، وكنخليها واحد الريقة اللي هي يعني رقيقة، كنبسطها مزيان بهذا الشكل هذا. كندخلها الفران حتى كتولي ليا بهذا الشكل، وكنكون دايره الفران فوق والتحت بجوج مشعولين في نفس الوقت، وما كنخليهاش طيب بزاف لانني باش نقدر نروليها وما تهرسش معايا. كندير الفرماج الحمر وكندوز للمرحله الثانيه، اللي هي كناخذ القطع ديال الحوت، لهبرات الحوت، كنضيف عليها التوابل ديال الحوت، والباودر ديال الثوم، وسكينجبير، وجوج معالق ديال الروز، هنا سكينجبير والحرور، وجوج المعالق ديال زيت الزيتون، وما نساوش البزار. من بعد ما كنقرصها حتى هي على ورق الزبده، كنبقى نتكها بالفرشيط باش ما تبوقش معايا، وما كنطيبهاش حتى هي بزاف. كنجيب البطاطا اللي طابت، كندير عليها الطبقه الثانيه، غادي نعاود ندير عليها حتى هي الفرماج الحمر المحكوك، وتيبقى لكم اختيار باش تعمروا، باش يعني هذه فكره ولكم واسع النظر. هنا غادي ندير الفلفله الوسط، وغادي نبدا الرولي، نبدا نجمع فيها شويه بشويه، واخا تهرس معكم اولا تشقق معكم شويه ماشي مشكل، يعني ما تخلعوش، راه يعني غادي نعاودوا نلحموها كيف ما كنقولوا. هو تخدميها ما حدها سخونه ماشي مشكل، واخا تهرس معكم ماشي مشكل. شي حاجه اللي هي جديده، ما نبقاوش على نفس الاشياء الكلاسيكيه، نغيروا. وانتم كيف ما كتشوفوا المقادير اللي هي بسيطه، كناخذ فرماج اللي عندك. انا خديت هنايا واحد 5، ولكن راه عاود زدت واحد 3 اخرين، درت عليهم شويه هذه التحميره المدخنه، وطلقتهم بواحد 3 المعالق ديال الحليب اولا 4، وخدمتهم مزيان بالطراب، وكنديرهم من الفوق لهاد الكيك
أنا غادي نسميها كيك. من بعد ما دهنتها به زينتها بهذا الشكل هذا. الزين تيبقى لكم اختياري باش ما كتحبوا. هانتوما شفتوا كيف ما كي جات، يعني شكل ومذاق يعني رائع. نقطع قدامكم باش تشوفوا، هنا باش نقرب الكاميرا تشوفوا. تنتمنى الوصفة ديال اليوم تعجبكم وتجربوها. شفتوا كي تيجي المنظر من الداخل، تيجيو دوك الطبقات، طبقة ديال البطاطا، الفرماج، اللي تاني الحوت، اللي تاني الفرماج، اللي تاني الطبقة ديال الفلفلة. شيء خطير. لا تنسوني من صالح دعائكم، وما تحرمونيش من الاشتراك ديالكم معايا في القناة، ودمتم في أمان الله.